السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مارسيل كولر. هنتكلم النهاردة عن مارسيل كولر وإيه اللي بيدور دلوقتي فوق الترابيزة بين الأهلي ومارسيل كولر. كولر المفروض إن هو هينتهي التعاقد بتاعه نهاية الموسم الحالي، يعني المفروض هيشتغل معانا الشهر ده وشهر مايو وشهر يونيو. ده آخره شهر يونيو اللي هو شهر 6. طب مارسيل كولر العقد بتاعه لو الاهلي حب يمشيه الفتره دي، يعني كولر لو الاهلي حب يمشيه الفتره دي المفروض ان الاهلي هيديله حسابه كامل، يعني هيحاسبه لغايه اخر السيزون ده، يعني هيحاسب شهرين. طب مارسيل كولر اصلا بياخد كام في الشهر؟ المفروض ان هو السنه اللي فاتت دي كان بياخد 220 الف يورو في الشهر. السنه دي الموسم الحالي ده هو بياخد 250 الف يورو شهريا، يعني انت بتتكلم في 500 الف يورو شهريا. وكمان في شرط جزائي كان معمول على كولر، بس هو الشرط ده مش معمول على الاهلي، كان معمول شرط جزائي 1,000,000 يورو لو كولر حب يمشي، وهو ده بقى يعني الغم، يعني المدرب مش عايز يكمل يمشي، يعني انت ليه حاطط له شرط جزائي 1,000,000 يورو؟ طب ما هو هيقعد بقى يبص يغرق لك فرقتك، مشيه انت بقى. ما هو احنا دلوقتي بقالنا شهرين في الموال ده، هو عايز يبطل بس عشان في شرط جزائي 1,000,000 يورو. طبعا مش هسيبك، هكمل معاك لغايه نهايه الموسم. هتلاقي بقى النتائج سيئه، ماليش دعوه، عايز تمشيه انت بقى مشيه عشان هو ياخد بقى ايه المرتب كامل. فانت بقى بتتحط في خانه اليك، بيتلوي دراعك من الاخر، يا تستمر على المنظر الخرا اللي احنا فيه ده، يا اما ادفع فلوس يا باشا ومشيني. حاجه يعني في منتهى الغم. بس انا يعني بنسبه كبيره، بنسبه 99%، هو كولر لو خرج من بطوله افريقيا، كولر بنسبه كبيره جدا هيطير، يعني هيمشي بنسبه يعني 90%. 90% ايه، 99%. وهو اصلا بنسبه 99% مش هيكمل مع الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. بس هيبقى يعني حوار غريب، انت هتلعب كده يعني، انت هتمشيه المال، يعني هو يعني المشكله كلها الخوف ان هو يخرج من بطوله افريقيا. هيبقى معاك وقت لبطوله كاس العالم، لكن انت هتخرج كده من كل حاجه، الدوري طار، افريقيا كمان انت مستنيها تطير، وبعد كده هتمشيه. طب ما انت برضو كده هتمشيه وهتدفع له فلوس، طب ما كنت مشيه من بدري بقى. حوار غريب الحقيقه، والاداره مش عارف هي صابره على كولر ليه حتى الان. لو حوار فلوس هيبقى حوار يعني غم، يعني ده انت يعني عمال كافة يديك 3 مليون دولار مكافأة بس اشتراكك كده في كأس العالم للأندية، والفيفا بعتت لك جزء من الفلوس. يعني انت اكيد مش عطلان على ال 500 ألف دول، يعني اللي انت هتعطل الفرقة عليهم. انت مستني انك تخرج من افريقيا عشان تمشي كولر؟ حاجة غم يعني. طب ايه المفاوضات اللي شغالة دلوقتي مع المدربين؟ يعني مين المدربين اللي موجودين على الساحة؟ في كلام مع جوميز، بس طبعا جوميز مش هيعرف يمشي غير بعد نهاية الموسم بتاعه في السعودية، تمام. وفي كلام مع المدرب الألماني روزا. المدرب ده برضه في كلام معاه ان هو ممكن يجي يمسك الأهلي الفترة دي. والله يعني احنا لسه مش عارفين، وطبعا في بقى كلام كتير. كلوب هيجي، لا مش جاي، ده هيجيبوا مين؟ هيجيبوا جوميز، لا مش جوميز، طب كيروش، طب لسه حتى الاهلي ما استقرش على ايه، على مدير فني. بس المشكله معايا دلوقتي مش ان احنا نستقر على مدير فني، المشكله معايا ان انت يا هتمشي كولر يا ياخد قرارك، يا تمشيه وتشوف بقى مدير فني يمسك عشان يلحق يجهز الفرقه والتيم دوت لكاس عالم للانديه، يلحق يعرف يكمل افريقيا، بدل ما تلبس في الحيط في افريقيا وتخرج منها. والدوري انت مش عارف انت كده اصلا، يعني الدوري بعد عنك بنسبه 80% 85%. واتمنى المركز التاني كمان ما يبعدش عنك عشان ما نخسرش كل حاجه، عشان في الاخر تقوم رايح لعب لي 3 ماتشات تيجي تخرج من البطوله، يبقى انت كده خسرت كل حاجه السيزون ده، والسيزون الجاي انت مش تلعب افريقيا، يبقى يعني هيبقى حاجه غم الغم يعني. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك عشان تتابع كل جديد. سلام يا اصدقائي.